يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. وراجعالك النهارده بفيديو جبار حلو جدا هتستفادوا منه جدا جدا. بس بقى اعملي لي لايك على الفيديو، ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه، وانا متاكده ان هقدر افيدك ولو بمعلومه بسيطه. والنهارده انا محتاجه لايك كبير جدا جدا ولايكات كتير على الفكره الفظيعه دي. خليكي معايا عشان تعرفي فكره بقى تخزين البسله من غير تعب ومن غير فرهضه ومن غير اي حاجه، وخصوصا بقى لو بتعملي كميات. زي ما انت شايفه انا معايا كميه البسله بتاعتي. جبت الطبق الكبير بتاعي خالص وهغسل البسله كويس جدا مره واتنين. حطي شويه خل في الميه اللي هتغسلي فيها البسله، ونقي بقى اي شوايب كده هتطلع لك على الوش. وبعدين بقى اغسلي البسله بتاعتك مره واتنين. طريقة التخزين دي بتنفع مع أي خضار. أنا مجربة الطريقة دي من السنة اللي فاتت، اعتمديها السنة دي وافتكريني وادعيلي. هتخزني البسلة بنفس الطريقة، الفاصوليا الخضراء، البامية، الكرنب يا بنات، وخصوصا اللي بيعمل كميات أو بيشتغل في الكاترينج. وكمان السبانخ برضو حلوة جدا. بعد ما غسلنا البسلة يا بنات زي ما انتوا شايفين، هتجيبي بقى كل المصافي اللي عندك وهتنشلي البسلة بالشكل اللي انت شايفاه ده، علشان بقى ايه نبدأ بقى نخزن او نبدأ ناخد البسلة بلانشيه المية السخنة. تعالي بقى هنا واعملي لي لايك هنا على الفكرة الجبارة دي، وانا متأكدة انك انت ما شفتهاش في اي مكان. زي ما انتوا شايفين ده الزرار بتاع سخان الغاز، الزرار اللي متحكم في شعلة السخان. انا هنا بقول لك اعمليه من ماين، من اقل حاجة لاكتر حاجة لميكس. انت كده زودتي درجة الحرارة بتاعة المية بتاعتك زي المية المغلية بالظبط، وتأثيرها يا بنات على الخضار زي المية المغلية بالظبط. انتوا لو متلاحظين معايا شايفين البخار اللي طالع او الدخان اللي طالع من المية. المية سخنة جدا. وكمان ما تخافيش السخان هيفصل لوحده، بس انت خلي بالك من الحنفية. اول ما تسمعي ان السخان فصل اقفلي الحنفية عشان ما تنزلكيش مية ساقعة وتبرد لك المية، وارجعي افتحيها مرة كمان. هتملي الطبق بتاعك وتحطي فيه شوية سكر وتعصري ليمونتين 3 زي ما انت شايفة، وتسقطي فيه كل الخضار بتاعك كله مرة واحدة. وهتستني لمدة ربع ساعة بس. خلاص على كده هتحط الخضار في المية السخنة وهتستني لمدة ربع ساعة. لو تلاحظي معايا الخضار كله في قعر الطبق لسه ما تأثرش بالمية السخنة. هتسيبيه لمدة ربع ساعة هتلاقي الخضار بتاعك اللون بتاعه اتغير تماما. وكمان بدل ما هو في قعر الطبق هتلاقي كل الخضار بتاعك كده طفى على الوش. فانت كده خلاص تمام في السليم. زي ما انتوا شايفين يا بنات اللون. انا بوريكي هنا اللون اخضر زي ما تكوني منزلاه في الميه السخنه بالظبط، اللي احنا الطريقه العاديه اللي بنخزن بيها الخضار. وكل خضار او كل حاجه هتخزني بيها الطريقه دي هتلاحظي نفس التأثير. هتلاقي الخضار بتاعك في القعر وبعدين بدأ يطلع كده لفوق واللون بتاعه اتغير تماما. شايفين وحدات البسلة الصغيرة لونها متغير بس لسه محتفظة بالقوام بتاعها. لو كنت غلتيها او كانت هتتهري معاكي. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا كده خلاص تمام بعد ربع ساعة. انا هنا بقى ايه بوريكي لون البسلة واديكي شايفاه قدامك. واحلى لايك بقى للطريقة دي واحلى لايك للون البسلة القمر ده. هنبدأ نعمل ايه بعد ربع ساعة بنات؟ هننشر كل الخضار بتاعنا او كل البسلة في المصافي بتاعتنا بالشكل ده. شايفين اللون؟ الطريقة دي متجربة يا بنات، انا مجرباها من السنة اللي فاتت وممتازة وحلوة جدا. غير بقى لما تيجي تعملي كميات وتفضلي تسلقي او تحطيها في المية السخنة شوية بشوية. نيجي بقى بعد ما طلعنا البسلة بتاعتنا في المصافي هنروح بقى لازم نبردها. المية برضو ساقعة عادي من الحنفية. هي اصلا الجو تلج فالمية بتكون كويسة جدا. وبردي الخضار بتاعك لحد ما تحسي ان درجة السخونة بتاعته مشت. احلى لايك هنا للون القمر ده. وتعالي بقى اقولك على برضو فكرة تانية مسعفة ومنجزة جدا. زي ما انت شايفة انا جبت الخضار بتاعي حطيته في طبق وحطيت عليه مية سخنة من الكتل. حط عليه مية سخنة من الكتل ورشة كده من السكر وسيبي الخضار لمدة 5 دقايق. هتلاقي برضو الخضار كده بدأ يطفو كده على الوش.
ولونه اتغير تماما، فانت كده خلاص تمام. روحي بقى صفيه وبردي الخضار بتاعك. حاجة كده منجزة وحلوة جدا من غير تعب ومن غير فرهضة. ابقي جربي الطرق دي وافتكريني وادعيلي. شايفين اللون زي الفل، زي ما تكوني واخداها في مية بتغلي على البوتاجاز، حاجة كده في منتهى الجمال. هتبردي الخضار بتاعك، هتسيبيه يتصفى تماما من المية بقى لمدة 3-4 ساعات، او من بالليل لحد الصبح، او تفرديه على ملاية لحد ما الخضار بتاعك يتصفى. وبعدين بقى هتكيسي الخضار بتاعك على قد الطبخة بتاعتك. يا رب أكون قدرت أفيدك النهاردة، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.